عشان كده ما ينفعش نعمل تبييت. طب لو زقيت العسكري ده خطوه وحولت الفيل ده للفيل الاسود برضه نفس الكلام، طبعا مش هينفع تعمل تبييت هنا، لان كده انت هتحط الملك بتاعك في كش، وممنوع انك انت تحط الملك بتاعك في كش. طب تعرف لو شلت الفيل ده خالص بره وجبت طابيه هنا وشلت العسكري ده برضه بره وحاولت هنا برضو اعمل تبييت، فالملك بتاعك هيعدي على المربع ده او بعد كده على المربع ده. للاسف الشديد المربع ده معمول عليه سيطره بالطابيه، فعشان كده انت مش هتعرف تعمل برضو تبييت هنا طويل، لكن ممكن تعمل تبييت قصير عادي. ننتقل بقى لسؤال الحلقه. افرض مثلا انا حطيت موقف زي كده وجبت لك فيل بالشكل ده كده، او فيل اسود بقى حطيته كده، وسالتك هنا في الموقف ده ينفع تعمل تبييت قصير ولا ينفع تعمل تبييت طويل، ولا ما ينفعش الاثنين، ولا ينفع الاثنين؟ اكتب لي تحت في الكومنتات، مع العلم ان معظم الاجابات هتبقى غلط، بس انا هشوف اجاباتكم وهحل في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو.